غير 250 غرام ديال الزبده غادي نحضر معكم اكثر من 200 حبه ديال هاد الحلوه اللي كتجي زوينه رائعه شكلا ومذاقا، كتجي فيها واحد القرمشه زوينه وفي نفس الوقت كتذوب في الفم. المقادير اللي غنخدم بهم هاد الحلوه: عندي 250 غرام ديال الزبده مارغرين، عندي زلافه ديال الزيت، زلافه ديال سنيده، 2 اكياس خميره الحلويات، كيس ديال السكر ديال الفاني، 2 بيضات وقبيصه الملح لتصحيح الذوق. صافي هنايا قطعت ديك الزبده بالموس وغادي نخدمها مع ديك الزلافه ديال سنيده وسكر الفاني وديك القبيصه ديال الملح، غادي نخدمها مزيان حتى تولي ليا هكا بحال العجين. الا كنتو غادي تعبروا بالكاس غادي ديروا 2 الكيسان ديال سنيده و2 كيسان ديال الزيت، ولا كنتو غادي تخدموا بالزبده ديال الاكل الزبده الحيوانيه الا درتو 250 غرام ديال الزبده ديروا غير كاس فقط ديال الزيت اللي هو نص ديال الزلافه، باش هكا منين تجيو تجمعوا العجينه ديالكم ما تطلقش لكم الزيت. صافي هنايا غادي نخدم دوك المكونات مزيان حتى دابت ليا الزبده وسنيده. صافي وزدت عليها دوك 2 البيضات وغادي نمعكها مزيان، وهنايا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق بطبيعه الحال يكون نوعيه جيده خاص بالحلويات. صافي كنبدا نضيف الدقيق ونجمع غير بالاطراف الاصابع ديالي، من نحاول ما ندلكهاش. وزدت دوك 2 اكياس ديال خميره الحلويات. هنايا كنوريكم كيلو ديال الدقيق بقى ليا منه داك شويه تقريبا واحد 4 ديال الزلافه. هذا هو القوام ديال العجينه، كتجي بحال شكل ديال الغريبه. صافي غادي نشكل هكا كويرات صغار، ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار بزاف، المهم متوسطه الحجم حيت مازال غادي تنفخ ليا شويه في الفران. صافي وكنوضعها في صفيحه اللي غادي تدخل الفرن، وكيكون هذا هو الشكل ديالها منين كطيب. كتحمر غير شويه ما نحمروهاش بزاف. صافي وكنخليوها تبرد تماما. وكنجيو هنايا للتزيين، عندي شوكولاته البيضاء كندوبها بحمام مائي. صافي وكنغطس دوك الحليوات هكا في الشكلاط ابيض وكنحطهم في الكوك اولا جوز الهند، ومباشره كنغطيهم باش ما يتخسرش ليا الوجه ديالهم، يجيني الشكل ماشي مزيان. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل التشكيل ديال الحلوه ديالي كامله. هنا الشكلاط اللي غادي تخدموا به تخدموا بالشكلاط خاص بالحلويات، فما تضيفوا عليه لا زيت لا حتى شي حاجه، خدموا غير هكاك، ما تزيدوا عليه لا حليب لا والو. وإلا كنتو كتخدموا به ولاحظتوا ان الشكلاط هكا بدا كيجمد فغادي ترجعوه للحمام مريم حتى يذوب وتكملوا الخدمه ديالكم. صافي كيف قلت لكم غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الحلوه ديالي كامله نفندها في الكوك. صافي فاش كنكمل الحلوه ديالي كنديرها في الكويغطات الصغار، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم هذا النهار. فالكميه اللي خرجت لي هذه الحلوه اكثر من 200 حبه، عندي 200 حبه وشي 6 الحبات فوق ديك ال 200. وكيكون هذا هو الشكل النهائي. غادي نقسم معكم واحد الحبه كيف كتشوفوا معايا، كتجي رائعه في المذاق، كيجي فيها واحد المذاق زوين مع داك المزيج ديال الكوك مع الشوكولاته البيضاء، كيجي فيها المذاق رائع بزاف وكتجي فيها واحد القرمشه زوينه. فهنا كنكونوا وصلنا لاخر الفيديو، والى فيديو